السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل ميني شوب صغير بال HTML وال CSS وجافا سكريبت اللي بقى هيسمح لكم تضيفوا منتجات للكارد وتعدلوا الكمية وكمان تأكدوا الطلب. احنا عندنا 3 منتجات هنا، كل واحدة في كارد فيها صورة واسم وسعر. لو عايزين نضيف اي منتج للكارد هنضغط على زرار اد، واول ما نضغط المنتج هيظهر هنا في الكارد على اليمين. لو حبينا نزود او نقلل كمية المنتج نقدر نستخدم زرار البلس والماينس جنب اسم المنتج. لو عايزين نمسح المنتج كله من الكارد هنضغط على الاكس، وبعد ما نختار كل اللي احنا عايزينه نقدر نضغط على اوردر ناو لتأكيد الطلب. كده هيظهر رسالة تأكيد ان الطلب ده اتسجل. وكمان انا عاملاه responsive، يعني يشتغل تمام على كل الشاشات. لو بصينا على شاشة الكمبيوتر المنتجات تبقى جنب بعض، ولو قللنا حجم الشاشة أو فتحنا على موبايل هتلاقي كل حاجة مرتبة تحت بعض، وكده بقى الموقع مظبوط على أي شاشة. أول حاجة هنعملها هي إننا نفتح الفيس كود. بعد ما نفتح البرنامج هنضغط على Open Folder ونختار المكان اللي هنعمل فيه المشروع بتاعنا. أنا عندي الفولدر على ديسكتوب اسمه Responsive Mini Shop. هنضغط بقى على Select Folder، وجوه المشروع ده هنعمل 3 ملفات. أول حاجة index.html وstyle.css وmain.js، وكمان محتاجين الصور بتاعة المنتجات، فهنعمل فولدر جديد اسمه images جوه المشروع بتاعنا واحط فيه الصور اللي انا هستخدمها في الكود. وكده كل حاجة جاهزة، نبدأ نكتب الكود ونعمل ميني شوب بتاعنا. اول حاجة هنعملها في ملف index.html هنكتب فوق دوك تايب html، وده بيقول للمتصفح ان ده HTML 5 يعني احدث اصدار. وبعد كده هنكتب DOC ونضغط انتر، وكده هيتكريت الصفحة. داخل بقى الهيد هنضيف كده شوية حاجات مهمة. التايتل هنخليه ميني شوب علشان يظهر اسم الصفحة فوق في التاب، واللينك ده اللي بيربط الصفحة بملف CSS بتاعنا اللي هو الستايل CSS ده عشان ندي صفحة شكل كويس. بعد ما نخلص كل حاجة في الهيد هنكتب بقى في البادي. في اخر البادي هنضيف سكريبت source main.js، وده عشان نربط صفحة ال HTML بجافا سكريبت عشان بعد كده الأزرار والكارت يشتغلوا. أول حاجة بقى أنا هعمل div كبيرة اسمها products، ودي عبارة عن الحاوية الرئيسية اللي هحط كل المنتجات جواها عندنا div تانية اسمها card، ودي كل واحدة بتمثل منتج واحد. جوه الكارد ده عندنا صورة المنتج. السورس ده بيحدد مكان الصورة اللي احنا هنعرضها. هنا الصورة موجودة في فولدر اسمه images. الالت ده النص اللي يظهر لو الصورة ما عملتش لود. عندنا بقى اسم المنتج في H3 ده بيظهر اسم المنتج تحت الصورة. عندنا كمان سعر المنتج حطيناه هنا في باراجراف. اخيرا عندنا زرار اضافة للكارد ادينا له كلاس اسمه add.btn، والداتا برودكت والداتا برايس دول داتا اتريبيوتس، وده معناه اننا مخزنين بيانات المنتج اسمه وسعره جوه الزرار علشان نستخدمهم بعدين لما نضغط add. الكود بيضيف المنتج لكارد بالاسم والسعر الصح، يعني كل كارد عبارة عن صورة اسم وسعر وزرار اد، وكل واحد من دول متظبط بحيث لما نضغط اد المنتج ده يظهر في الكارد على اليمين. دلوقتي عندنا اول كارد للمنتج صح. علشان نضيف منتجات تانية هناخد نفس الكود بتاع الكارد الاولانية ونعمل نسخة تانية تحتها، بس نغير الصورة والاسم والسعر حسب المنتج الجديد، ونكررهم 3 مرات علشان يبقوا 3 منتجات. كل الكروت دول هنحطهم جوه ديف كبيرة اسمها برودكتس، وده يخلي كل المنتجات متجمعة في مكان واحد. تي بقى تحت الديف الكبيرة اللي فيها كل المنتجات هضيف ديف تانية اسمها كارد، وده هيبقى كارد الشراء اللي هيظهر فيه المنتجات اللي المستخدم بقى هيضيفها. جوه الكارد ده عندنا شوية حاجات مهمة. اول حاجة H2 جوه كارد ده العنوان الرئيسي للكارد، وبنحط فيه أيقونة العربية عشان تبان قدام المستخدم. وبعد كده ضفت UL اديته ID card list، ده بقى القائمة اللي هتظهر فيها المنتجات اللي المستخدم هيضيفها. أي منتج هنضغط على زرار add بتاعه هيظهر هنا كعنصر LI جديد. بعد كده ضفت div اديته كلاس اسمه total، وكمان ضفت جواه span اديته ID total، وده بقى المجموع الكلي لكل المنتجات اللي جوه الكارد. رقم الصفر ده هيبدأ من صفر وبعدين هيتغير تلقائي لما نضيف او نزيل اي منتجات. واخر حاجة ضفت بادن اديته ID order btn وكمان كلاس order btn، وكتبت جواه order now. ده بقى زرار تأكيد الطلب، لما نضغط عليه هيظهر رسالة تأكيد ان الطلب ده اتسجل.
والكارد كمان هيتفضى ويرجع للمجموع صفر. يعني الكارد ده عبارة عن عنوان، قائمة المنتجات، المجموع الكلي، وكمان زرار تأكيد الطلب، وكل حاجة متظبطة علشان نقدر نتحكم بالجافا سكريبت بعدين. دلوقتي بقى هضغط على جو لايف علشان نشوف الصفحة شغالة على المتصفح ونتأكد ان كل اللي احنا ضفناه ظاهر صح. احنا كده ضفنا الهيكل الأساسي للصفحة، المنتجات والكارد. دلوقتي لسه ما ضفناش التنسيق ب CSS ولا اللوجيك بالجافا سكريبت. عملنا مع بعض ال HTML للميني شوب بتاعنا، وخلينا عندنا المنتجات والكارد بتاعنا جاهزين. دلوقتي بقى هنكمل ال CSS وهنخلي المتجر بتاعنا يبقى شكله منظم، والالوان والظل وحركات الهافر كمان. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. النجمة ده اسم عام لكل العناصر في الصفحة، يعني كل ال H1 والdiv والimage والباراجراف، وده بقى بنسميه universal selector لانه بيختار كل العناصر مرة واحدة. يعني مثلا لو كتبنا الكالر ريد، كل الكلام في الصفحة هيبقى لونه احمر، سواء عنوان او باراجراف او حتى زرار. هنكتب بقى المارجن 0. كل عنصر في ال HTML ليه مسافة خارجية افتراضية حوالين العنصر نفسه اسمها مارجن. لما نحط المارجن ب0 بنلغي كل المسافات دي عشان نقدر نتحكم في المسافات بنفسنا. والبادن 0. كل عنصر كمان ليه مسافة داخلية بين المحتوى بتاعه وحدود العنصر اسمها بادن. لما نحط البادن ب0 بنمسح المسافات الافتراضية دي علشان التصميم يبقى مظبوط. البوكس سايز البوردر بوكس، اي بادن او بوردر يتحسب جوه الويدث والهايت اللي انت محدده. ده بيخلي التحكم في المقاسات اسهل وكمان مظبوط اكتر. الفونت فاميلي بقى بيحدد نوع الخط لكل الصفحة. لو الخط الاول مش موجود بيستخدم التاني، ولو كمان مش موجود بيستخدم اي خط من السانس سيرف موجود على الجهاز. دلوقتي بقى علشان ندي ستايل للصفحة كلها بنستدعي عنصر البادي في CSS. البادي ده بيشمل كل حاجة موجودة في الصفحة تقريبا. اول حاجة المين هايت 100 VH. ال VH معناها فيو هايت، يعني نسبة من ارتفاع الشاشة. 100 VH ارتفاع الشاشة كله، يعني البادي هياخد على الأقل ارتفاع الشاشة كله حتى لو المحتوى ده قليل. ديسبلاي فليكس، بنحول البادي ده لفليكس كونتينر. ده بيسمح لنا بنرتب العناصر جوه البادي بسهولة على صف أو عمود، ونقدر نتحكم في المسافات بين العناصر. الجاب 30 بكسل، المسافة بين كل عنصر والتاني جوه الفليكس كونتينر ده. هنا كل كارد أو أي عنصر جوه البادي ده هيبقى بينهم 30 بكسل فراغ. Justify Content Center بيخلي العناصر مركزة أفقيا في الصفحة. Align Items Center بيخلي العناصر مركزة عموديا داخل البادي. البادن بقى 30 بكسل بيضيف مسافة داخلية حوالين محتوى الصفحة، مش حوالين كل عنصر، يعني من حواف الشاشة للداخل. لو العناصر كبيرة ومش على صف واحد، الفليكس بقى هينزل العناصر دي في صف تاني بدل ما تتقطع او تطلع برا الصفحة. والباك جراوند راديال جريدينت بتعمل خلفية متدرجة بالالوان على شكل دائرة اللي هي راديال جريدينت. وسيركل ات توب ليفت معناها مركز الدائرة في الزاوية العليا الشمال. والكالر ده اللون الاساسي للنصوص جوه البادي هيبقى ابيض. وال HTML والبادي overflow x hidden، لو اي عنصر خرج على عرض الصفحة مش عايزين يحصل سكرول افقي. overflow x hidden بيخفي اي محتوى زائد على طول العرض. نعمل بقى بيفور على البادي، وده سودو element، يعني عنصر وهمي بنضيفه قبل محتوى البادي، مش موجود في ال HTML بس نقدر نستخدمه للزينة او تأثيرات خلفية. هنا بقى بنستخدمه عشان نضيف خلفية مضيئة وحلوة ونعمل تأثير كده جلو. اي بقى سودو element لازم يكون عنده content علشان يظهر حتى لو فاضي، بنحط كده دبل كوتس. ده بيخلي البيفور يظهر على الصفحة. بوزيشن بقى ابسولوت، ده بقى بيخلي العنصر الوهمي ده يتحرك مستقل عن باقي العناصر، يعني نقدر نحدد مكانه بالتوب والليفت وهكذا. والتوب سالب 200 بكسل والليفت سالب 200 بكسل، دي بقى بنحدد مكان العنصر بالنسبة للبادي. خلى العنصر الوهمي فوق وشمال الصفحة بمقدار 200 بكسل، يعني مش ظاهر بالكامل بس بيعمل كده تأثير على الخلفية. والويدث والهايت 600 بكسل. حجم العنصر الوهمي هنا مربع كده 60 بكسل في 60 بكسل. ده بقى بيحدد مساحة الجريدينت اللي احنا هنضيفه. الباك جراوند راديال جريدينت، هنا بقى بنعمل خلفية متدرجة بالألوان على شكل دائرة راديال جريدينت. اللون الأساسي أزرق شفاف وبيتحول تدريجيا لترانسبيرنت بعد 70% من الدائرة، وده بقى بيعمل تأثير كده جلو أو ضوء لطيف في الصفحة. وكمان عملنا بقى الفلتر بلور 80 بكسل، وده بيعمل تمويه كده أو ضبابية للخلفية، كده بيخلي الضوء شكله ناعم مش حاد. والزد اندكس -1، كده بيحدد ترتيب العنصر بالنسبة لباقي العناصر.
هنا خلى العنصر خلف باقي العناصر عشان المنتجات والكارد تظهر فوقه. كنت ضفت للايمج ويدث 100 بكسل عشان بس نشوف الجلو ده. هنقدر بقى دلوقتي عادي نمسحها ونكمل الكود بتاعنا. نستدعي بقى البرودكتس، وده كلاس للديف اللي بيضم كل الكروت اللي هي الكاردز، يعني كل المنتجات موجودة جوه العنصر ده. نديها ديسبلاي جريد، كده بنحول العنصر لجريد كونتينر، وده بيسمح لنا نرتب العناصر جوه البرودكتس صفوف وأعمدة بسهولة. يعني بدل ما نستخدم الفلكس للصف الواحد بس، الجريد ممكن يعمل شبكة كاملة. جريد تمبلت كولمز ريبيت 3 1 فراكشن، كده بيحدد عدد الأعمدة في الشبكة. ريبيت 3 1 فراكشن معناها 3 أعمدة متساوية العرض. 1 فراكشن معناها جزء من الفراغ المتاح، يعني كل عمود ياخد ثلث المساحة. جاب بقى 20 بكسل، يعني المسافة بين كل صف وعمود جوه الجريد. هنا 20 بكسل فراغ بين كل كارد والتاني. زد اندكس 1، العنصر ده هيكون فوق البادي بيفور، احنا عملنا له الجلو عشان الكروت تبان قدام الخلفية. والفلكس 1، الفلكس اصلا بتستخدم مع الفلكس كونتينر، يعني ملهاش لازمة هنا، يعني ممكن تحذفوها عادي. كارد بقى ده الديف لكل منتج داخل البرودكتس. كل كارد بيحتوي على صورة واسم المنتج والسعر وزرار اد. ادينا له باك جراوند، لون خلفية الكارد تبقى ازرق غامق. البوردر راديوس 15 بكسل، وده بيخلي حواف الكارد مدورة، وكل ما الرقم اكبر الحواف بتبقى اكثر نعومة. والبادن 20 بكسل، ودي بقى المسافة بين محتوى الكارد وحدود الكارد، يعني الصورة النص والزرار مش هيبقوا لازقين للحواف. تكست الاين سنتر، وده بقى بيخلي كل النصوص جوه الكارد في المنتصف. الالوان H3 والسعر باراجراف بيبقوا مركزين في النص بالظبط. والبوكس شادو بيضيف ظل تحت الكارد، بيعطيك كده شكل مرتفع عن الخلفية. هنا بقى 0 افقيا، 8 بكسل عموديا، و20 بكسل تمويه، ولون اسود كده نص شفاف. الترانزيشن هنا ترانسفورم 2/10 ثانية. اي حركة هنا ترانسفورم هتكون ناعمة خلال 2/10 ثانية، وده بيخلي تأثير الهافر يبقى سلس مش مفاجئ. والكارد بقى لما اعمل عليها هافر، لما المستخدم يحرك الماوس على الكارد، ترانسفورم ترانزليت واي، ده كده الكارد بيرتفع شوية لأعلى 5 بكسل، يدينا كده إحساس بالارتفاع عن الصفحة. البوكس شادو بقى الظل هنا بقى بيكبر، وكمان بيبقى أغمق كده عشان الكارد يبان وكأنه مرتفع أكتر. كارد بقى ايمج، هنا بقى بنختار الصورة جوه كل كارد. الويدث 150 بكسل والهايت 100 بكسل، بنحدد حجم الصورة، العرض والارتفاع بتاعها، وده بيخلي كل صورة متساوية الحجم حتى لو كانت صور مختلفة. الأوبجكت فيت كونتين، الصورة ممكن ما تكونش بنفس نسب الكارد. كونتين يعني تتصغر أو تكبر جوه المساحة المحددة من غير ما تتحرف، يعني الصورة هتفضل متناسبة ومش متقطعة أو مشوشة. مارجن بوتوم 15 بكسل، يعني مسافة بين الصورة واسم المنتج H3 عشان يبقى فيه فراغ كده. العنوان بقى بتاع المنتج داخل الكارد، مارجن بوتوم 10 بكسل، فراغ تحت العنوان قبل السعر اللي هو باراجراف ده عشان النصوص تبقى كده منظمة. ودوت كارد الباراجراف ده السعر أو أي نص إضافي تحت العنوان. مارجن بوتوم 15 بكسل، مسافة بين السعر والزرار عشان العناصر مش تبقى لازقة في بعض. والكالر بقى اللون النص ده هيبقى أزرق فاتح شفاف شوية عشان يبان مختلف عن الخلفية الغامقة. ودوت كارد الباتن ده زرار اد جوه كل كارد. مارجن 5 بكسل، ده بيضيف مسافة صغيرة حوالين الزرار عشان مش يكون لازق للحواف او العناصر التانية. بادن 8 بكسل 15 بكسل، المسافة بين نص الزرار وحدود الزرار 8 بكسل فوق وتحت و15 بكسل يمين وشمال. البوردر نان، بنلغي اي حدود افتراضية للزرار عشان نقدر ندي ستايل خاص. بوردر راديوس 10 بكسل، بيخلي حواف الزرار مدورة عشان يبقى شكله كده انعم. باك جراوند لينير جريدينت، ضيف خلفية متدرجة بالالوان 135 ديجري، يعني اتجاه التدرج 135 درجة، والألوان أزرق فاتح وأزرق غامق. والكالر وايت، لون النص جوه الزرار هيبقى أبيض عشان يظهر كده كويس على الخلفية الزرقاء. كارسر بيونتر، لما المستخدم يحرك الماوس على الزرار المؤشر بيتغير لإيد عشان يعرف إنه قابل للضغط. ترانزيشن 3/10 ثانية، أي تغييرات للزرار زي اللون عند الهافر هتكون ناعمة لمدة 3/10 ثانية. ودوت كارد البادن بقى لما نعمل عليها هافر، يعني لما المستخدم يحرك الماوس على الزرار الخلفية بتغير لتدرج أزرق جديد، ده بيخلي الزرار كده تفاعلي ويظهر حركة عند الهافر. الدوت كارد بقى ده الصندوق اللي بيضم كل تفاصيل الكارد، العنوان، المنتجات المضافة، السعر الكلي، وزرار الطلب. الويث 300 بكسل، عرض الكارد ثابت 300 بكسل، ده بيخلي حجم الكارد
متناسق على الصفحة مهما كان المحتوى. والباك جراوند لون الخلفية الكارد أزرق غامق جدا عشان يفرق عن خلفية الصفحة ويبان واضح. بوردر راديوس 15 بكسل يعني حواف الكارد كده هتبقى مدورة. والبادن 20 بكسل يعني المسافة بين محتوى الكارد وحدوده، يعني العنوان والقائمة والأزرار مش لازقين للحواف. المارجن ليفت 30 بكسل يعني بيخلي الكارد يبقى بعيد شوية عن المنتجات. وبوكس شادو وده بيضيف ظل للكارد عشان كده يديه إحساس إنه مرتفع عن الخلفية. هنا 0 أفقي، 8 بكسل عمودي، 25 بكسل تمويه، ولون اسود نصف شفاف. زد اندكس 1 عشان الكارد يظهر فوق الخلفية المضيئة. والكارد بقى H2 ده عنوان الكارد. نضيف بقى مارجن بوتن 15 بكسل ودي مسافة تحت العنوان قبل قائمة المنتجات. وتكست الاين سنتر وده بيخلي العنوان في منتصف الكارد. والدوت كارد بقى UL بنختار القائمة اللي جوه الكارد. ليست ستايل نان بنشيل النقاط الافتراضية اللي بتظهر جنب عناصر الليست. مارجن بوتن 15 بكسل مسافة تحت القائمة قبل التوتال أو زرار الطلب. ماكس هايت 250 بكسل، أقصى ارتفاع للقائمة 250 بكسل. منتجات كتير مش هيطلع الكارد أكبر من كده. اوفر فلو واي اوتو لو القائمة طويلة تظهر شريط تمرير كده عمودي عشان نقدر نعمل سكرول ونشوف كل المنتجات. الكارد بقى UL كل عنصر في القائمة يعني كل منتج مضاف للكارد الباك جراوند بتاعه هيبقى لون الخلفية ازرق غامق يفرق عن الكارد نفسه. مارجن بوتن 10 بكسل، مسافة بين كل منتج والتاني عشان يبقى مرتب. البادن 8 بكسل، 10 بكسل مسافة داخل كل منتج بين النصب والزرار وحدود العنصر. بوردر راديوس 10 بكسل، حواف كل عنصر مدورة عشان الشكل يكون لطيف يعني. ديسبلاي فليكس عشان بنخلي كل عنصر فليكس كونتينر عشان نقدر نرتب النص والزرار على نفس السطر بسهولة. justify content space between ده بقى بيخلي النص على الشمال والزرار على اليمين والمسافة بينهم تبقى موزعة كده. align items center وكده بيخلي النص والزرار في نفس مستوى الارتفاع عموديا. dot total ده بقى العنصر اللي بيعرض المجموع الحالي للكارد. مارجن 15 بكسل، 0 مسافة فوق وتحت العنصر عشان يبقى مستقل عن القائمة وزرار. تكست الاين سنتر بيخلي النص في منتصف الكارد. الفونت سايز 1.1 REM حجم الخط شوية أكبر من النص العادي عشان كده يكون باين. الفونت ويت بولد الخط عريض عشان يبان واضح للمستخدم. اوردر بقى BTN ده زرار الاوردر ناو لتأكيد الطلب. ديسبلاي بلاك بيخلي الزرار يظهر كعنصر بلاك ياخد كامل عرض الكارد. ويدث 100% ياخد كل عرض الكارد. بادن 10 بكسل مسافة داخل الزرار عشان يكون مريح للمس. بوردر نان بنلغي اي حدود افتراضية. بوردر راديوس 10 بكسل، حواف الزرار كده مدورة عشان يبقى شكله لطيف. باك جراوند لينير جراديانت خلفية متدرجة باللون الاخضر من فاتح لاغمق. الكالر هيبقى لونه ابيض. والفونت ويت هيبقى بولد. والكارسر هيبقى بيونتر. والترانزيشن 3/10 ثانية. اي تغيير في اللون او التأثير عند الهوفر هيكون ناعم كده وسلس لمدة 3/10 ثانية. الاوردر BTN الهوفر بقى لما المستخدم يحرك الماوس على الزرار لون الخلفية هيتغير لتدرج أخضر جديد علشان يظهر تفاعل مع الماوس. الديف اللي جوه كل عنصر في القائمة وبيضم كمان زرار البلس والماينس والكمية. ديسبلاي فليكس بنخلي العناصر جوه الديف في صف واحد عشان البلس والماينس والعدد يكونوا جنب بعض. align items center ده بيخلي كل عناصر متوازية في الوسط عموديا عشان العدد يظهر في منتصف الزرار. الجاب 6 بكسل، مسافة صغيرة 6 بكسل بين كل زرار والعدد عشان ما يبقاش كل حاجة لازقة في بعض. البادن بقى not last child ده بقى لتحديد زرار البلس والماينس فقط مش زرار الاكس اللي بيحذف المنتج. الويدث والهايت 26 بكسل، حجم الزرار صغير ومربع كده مناسب للتحكم في الكمية. بوردر راديوس 6 بكسل، حواف الزرار مدورة شوية. بوردر نان بنلغي أي حدود افتراضية. خلفية متدرجة أزرق فاتح لأزرق أغمق عشان تبان كده كويسة. والكالر نص الزرار هيبقى أبيض وواضح. فونت ويت هيبقى بولد. والفونت سايز هيبقى 14 بكسل. الكارسر هيبقى بيونتر عشان مؤشر هيتحول لإيد لما المستخدم يحرك الماوس. ترانزيشن 2/10 ثانية، أي تأثير عند الهوفر هيكون سلس خلال 2/10 ثانية. بقى تأثير الهوفر على زرار البلس والماينس فقط. لما المستخدم يحرك الماوس على زرار البلس والماينس لون الخلفية هيتغير لتدرج أزرق جديد. والإسبان بقى اللي جوه الدف ده بقى العنصر اللي بيعرض رقم الكمية بين البلس والماينس من ويدث 18 بكسل. الحد الأدنى لعرض الرقم 18 بكسل عشان يبقى كافي للرقم وما يبقاش ضيق.
align center الرقم يبقى في النص تماما بين الزرارين. font weight bold الرقم يكون عريض وواضح للمستخدم. البادن بقى last child ده زرار الاكس لحذف المنتج كله من الكارد. margin left 10 بكسل مسافة 10 بكسل بين زرار الاكس وزرار البلس والماينس عشان ما يبقاش لازق في بعض. بادن 4 بكسل 8 بكسل حجم الزرار مناسب للضغط اصغر من البلس والماينس. border radius 6 بكسل حواف مدورة زي باقي الازرار. background اللون احمر عشان يبين انه زرار الحذف. الكالر وايت. الفونت سايز الخط صغير مقارنة بزرار البلس والماينس عشان يناسب المساحة. دلوقتي بقى خلصنا كل التنسيق بتاع الكارد والمنتجات بال HTML وال CSS وكل حاجة ظبطناها من الألوان والظل والمسافات. ولو لاحظتوا المنتجات والكارد لسه مش شغالين والأزرار بالأصح مش شغالة، وده طبيعي لأننا لسه ما كتبناش الجافا سكريبت اللي هتخلي الكارد بتاعنا يضيف المنتجات ويحسب المجموع ويشتغل البلس والماينس وزرار الاكس. يعني دلوقتي الشكل ظبطناه بال HTML وال CSS، والجزء اللي بعده هنتعلم فيه جافا سكريبت وهنخلي كل حاجة تشتغل صح. هنخلي بقى زرار الاد ده يضيف المنتج في الكارد وكمان نحسب التوتال، خلي كل حاجة تشتغل بجد مش شكل بس. يلا بينا نبدأ خطوة خطوة. هنا بقى انا عملت متغير اسمه كارد وخليته بيساوي الأقواس المربعة دي بقى معناها ايه؟ دي اسمها array يعني لستة، صندوق هنحط جواه المنتجات اللي المستخدم هيضيفها. كده في الأول فاضي عشان لسه محدش ضغط اد، يبقى الكارد ده هو اللي هيخزن المنتجات. هنا بقى عملنا متغير اسمه توتال وده اللي هيجمع لي إجمالي السعر، حطيته بيساوي صفر. ليه صفر؟ علشان الكارد فاضي ومفيش أي منتجات لسه، واول ما نضيف منتج الرقم ده هيبدأ يزيد. يبقى دلوقتي عملنا مكان نخزن فيه المنتجات ومكان تاني نحسب فيه اجمالي السعر. لسه بقى هنبدأ نحط فيهم بيانات فعلا. حاجة بقى هنكتب document ودي معناها الصفحة نفسها، كل ال HTML اللي قدامنا اسمه document. بعد كده add event listener، النقطة دي مهمة جدا، معناها اني بقول للدوكيمنت هستخدم حاجة جواه. يعني انا بدخل جوه الصفحة واستخدم ميزة اسمها add event listener. طيب يعني ايه؟ يعني بقوله استنى حدث معين يحصل، ولما يحصل نفذ لي كود. ضم بقى content loaded دي اسم الحدث، ومعناها لما كل ال HTML يخلص تحميل ابدأ نفذ الكود. يعني احنا بنقوله ما تشتغلش غير لما صفحة تجهز الأول، علشان لو شغلنا الكود قبل ما العناصر تظهر هيقولك مش لاقيهم. بعد كده هنعمل arrow function، يعني الكود اللي جوه الأقواس الكيرلي براكتس دي مش هيتنفذ غير لما الحدث ده يحصل. الأقواس اللي هي الكيرلي براكتس دي الكود اللي جوه ده تبع الحدث ده، يعني أي حاجة هنكتبها هنا هتشتغل بعد ما الصفحة دي تحمل. هنعمل بقى متغير اسمه add buttons. ليه بقى عملنا const؟ علشان احنا مش هنغيره بس هو هيخزن الأزرار. برضو عندنا document.querySelector all، يعني بدخل جوه الصفحة واستخدم أداة اسمها query selector all، ودي معناها هتلاقي كل عناصر اللي ليها السلكتور ده. add button بقى النقطة اللي جوه السترينج دي معناها اني بدور على كلاس، يعني كل زر عنده كلاس اسمه add btn، هاتهم كلهم عشان احنا عندنا اكتر من زرار اسمه add، عندنا 3. يبقى انا هنا بقول للصفحة استنى لما تخلص تحميل وبعد كده هاتلي كل ازرار الاد عشان ابدأ اتعامل معاهم. هكتب بقى const order button. عملنا متغير اسمه order button. ليه بقى سميناه كده؟ علشان ده هيخزن زرار الاوردر. وليه استخدمنا const؟ عشان احنا مش هنغير الزرار، احنا بس بنمسكه علشان نستخدمه. بعد كده document.getElementById، انا بدخل جوه الصفحة اللي هي document واستخدم دالة اسمها getElementById، يعني هاتلي عنصر معين بالاي دي بتاعه. دي بقى الاي دي اللي في ال HTML اللي هي order شرطة btn، يعني انا بقول له روح هاتلي العنصر اللي اسمه order btn. وليه هنا مفيش نقطة زي اللي فاتت؟ علشان النقطة دي كانت كلاس، لكن هنا الاوردر btn ده ID، والاي دي بيتجاب بجيت element باي اي دي من غير نقطة. فانا هنا مسكت زرار الاوردر وخزنته في متغير عشان اقدر اضيف له حدث بعد شوية واخليه يعمل حاجة لما اضغط عليه. هنكتب بقى add buttons، وده المتغير اللي احنا كتبناه فوق اللي فيه كل ازرار الاد. دوت النقطة هنا معناها بدخل جواه. for each يعني لف على كل عنصر جوه الليستة دي، يعني عندي 3 أزرار هيعدي عليهم واحد واحد. دي بقى arrow function، يعني كل مرة يلف هيمسك زرار واحد ونسميه هنا btn، يعني كأننا بنقوله امسك كل زرار لوحده وتعامل معاه. بعد كده بقى انا بقول لكل زرار استنى لما يحصل كليك
اول ما المستخدم يضغط عليه نفذ لي الكود اللي جوه الاقواس الكيرلي براكتس دي. بعد كده بقى فاكرين ال HTML اللي احنا كنا كاتبين داتا برودكت بتساوي اللي هو اسم المنتج، الحاجات اللي بتبدأ بداتا اسمها داتا اتريبيوتس، وبنقدر نوصل لها في جافا سكريبت عن طريق الداتا سيت. يبقى هنا btn.dataset.product يعني هاتلي قيمة الداتا برودكت من الزرار ده وخزنها في منتجات اسمه برودكت. بعد كده برضو جبنا الداتا برايس، بس ليه استخدمنا الباراسنت؟ علشان القيم اللي جاية من HTML بتبقى string، واحنا عايزين رقم، عايزين نقدر نجمعها في التوتال، فالباراسنت بتحول النص ده لرقم. وهنا بقى بننادي على الفانكشن اسمها add to cart، وبنبعت لها اسم المنتج وسعره، يعني بنقول له حط المنتج ده في الكارد وبالسعر ده. انا هنا خليت كل زرار اد لما اضغط عليه يجيب اسم المنتج وسعره ويبعتهم لفانكشن تحطه في الكارد. بعد كده اوردر بادن، فاكرين ده المتغير اللي خزنا فيه زرار الاوردر، يعني احنا دلوقتي ماسكين الزرار ده. النقطة معناها اني بستخدم حاجة جوه الزرار. add event listener بقوله استنى حدث يحصل. كليك، الحدث هنا هو الكليك، يعني لما المستخدم يضغط على الزرار order now. ركزوا هنا بقى، انا هنا ما كتبتش اقواس. طيب ليه؟ علشان انا مش عايزاه يشتغل دلوقتي، انا بقوله لما يحصل كليك روح نفذ الفانكشن دي. لو كنت كتبت اقواس كان هيشتغل فورا اول ما الصفحة تفتح. يعني انا هنا دلوقتي قلت له زرار اوردر ده اول ما المستخدم يضغط عليك روح شغل الفانكشن اللي اسمها اوردر ناو اللي فيها تأكيد الطلب. وكده بقى ربطنا كل الازرار بالاحداث بتاعتها، وبقى الموقع جاهز يستقبل اي ضغطة من المستخدم. انا بقى عملت فانكشن اسمها add to cart. الفانكشن دي بتستقبل حاجتين: برودكت اسم المنتج، برايس سعره، يعني كل ما اضغط اد ببعت لها اسم المنتج وسعره. كتبت بقى card دوت find، احنا هنا عندنا array اسمها card جواها المنتجات اللي اتضافت. find هنا معناها دورلي جوه الكارد. هيدورلي بقى على ايه؟ دور على منتج اسمه نفس الاسم اللي جالي دلوقتي. بمعنى تاني لو المنتج ده متضاف قبل كده هاتهولي، لو مش موجود هترجعلي undefined وخزناه في متغير اسمه existing item. بعد كده بقوله if لو لقيناه فعلا يبقى ايه بقى اللي هيحصل؟ نزود الكمية 1 ونزود السعر على التوتال، يعني بدل ما اضيف منتج جديد انا بزود بس العدد. طيب بقى لو مش موجود بستخدم else، بستخدم push يعني اضيف عنصر جديد في الاري. وضفنا كمان object يعني خزنا اسم المنتج وسعره والكمية اللي هي 1 لان اول مرة بيتضاف، وبعدين زودنا السعر على التوتال. وفي الاخر بقى كتبنا render card. دي بقى مهمة جدا، دي فانكشن مسؤولة انها تحدد شكل الكارد في الصفحة، يعني بعد ما نضيف او نزود لازم نعمل تحديث للشكل. يبقى الفانكشن دي بتشيك المنتج موجود كده ولا لأ، لو موجود بتزود الكمية، لو مش موجود بتضيفه جديد، وبعد كده تحدث شكل الكارد. كده بقى عملنا فانكشن اسمها increase quantity مسؤولة انها تزود الكمية. الاندكس ده رقم مكان المنتج جوه الكارد، يعني لو عندي 3 منتجات كل واحد ليه رقم 0 1 2، فالاندكس هو الرقم اللي بيميز كل منتج. اول حاجة الكارد دي بقى الليستة بتاعت المنتجات، الاندكس هاتلي المنتج اللي رقمه كذا، الكوانتيتي الكمية بتاعته. طيب بقى البلس بلس دي ايه؟ معناها زود 1، يعني لو الكمية كانت 1 تبقى 2، ولو كانت 2 تبقى 3. بعد كده معناها بقى زود عليه اللي هي البلس بيساوي، يعني بدل ما اكتب توتال بيساوي توتال زائد الكارد وافتح الاندكس واكتب اندكس دوت البرايس، كتبتها مختصرة، يعني كل ما ازود قطعة ازود سعرها على الاجمالي. ولازم بعد ما نزود نحدد شكل الكارد علشان المستخدم يشوف التغيير فورا، فهنكتب ريندر كارد. انا هنا لما اضغط على زرار البلس بزود الكمية 1 وبزود السعر على الإجمالي، وبعدين أعمل تحديث للكارد علشان التغيير يظهر قدام المستخدم. بعد كده بقى هعمل فانكشن اسمها decrease quantity مسؤولة انها تقلل الكمية من الكارد. والاندكس زي ما شرحنا قبل كده، الاندكس ده رقم مكان المنتج جوه الكارد، يعني المنتج اللي عايزين نغير كميته. احنا بقى مش عايزين الكمية تبقى اقل من الواحد، لو الكمية اكبر من الواحد نقدر ننقص، لو الكمية بتساوي الواحد ما ننقصش علشان ما يبقاش صفر هنا. وماينس ماينس هنا معناها نقص 1، يعني لو الكمية كانت 3 تبقى 2
ولو كانت 2 تبقى 1. وماينس ايكوال معناها اطرح السعر بتاع المنتج ده من الإجمالي، يعني كل ما نقص قطعة ينقص السعر ده من التوتال. وفي الآخر هنكتب برضو الريندر كارد. لازم نحدد شكل الكارد عشان المستخدم يشوف الكمية والسعر الجديد. بعد كده بقى هنعمل فانكشن اسمها remove item، مسؤولة انها تشيل المنتج كله من الكارد. والاندكس هو مكان المنتج جوه الكارد، يعني المنتج اللي عايزين نمسحه. هنا بقى بنعمل حاجة مهمة. كارد الاندكس دوت البرايس سعر المنتج الواحد، كارد الاندكس دوت الكوانتيتي عدد القطع اللي موجودة، بضربهم في بعض علشان نعرف نطرح اجمالي سعر المنتج ده كله من التوتال. وبعد كده استخدمنا الماينس ايكوال يعني نطرح من الاجمالي. بعد كده استخدمنا سبلايس. يعني ايه؟ دي طريقة نحذف عنصر من الاري. الاندكس المكان اللي عايزين نحذفه، واحد عدد العناصر اللي احنا هنمسحها، في حالتنا هنا هتبقى 1. يعني احذف المنتج ده من الكارد نهائيا. زي كل مرة لازم بعد ما نحذف نحدد شكل الكارد عشان المستخدم يشوف المنتج اختفى فورا. الفانكشن دي لما نضغط على زرار الاكس هتحسب السعر الكلي للمنتج اللي هو هيتشال وتطرحه من الإجمالي، تمسح المنتج كله من الكارد وتحدث الكارد على الصفحة علشان كل حاجة تظهر صح. هنعمل بقى فانكشن اسمها render card، دي مسؤولة انها تعرض كل المنتجات في الكارد على الصفحة. يعني كل مرة هنزود او نقلل او نمسح هنستدعيها عشان الكارد ده يتحدث. هنا بقى احنا مسكنا ال UL بتاع الكارد document بقى الصفحة كلها، وجيت element by ID الكارد list. خد للعنصر اللي الاي دي بتاعه اسمه كارد ليست وخزناه في متغير اسمه ليست، يعني ده المكان اللي هنعرض فيه كل المنتجات. وده بقى مهم جدا inner HTML معناه المحتوى الداخلي للعنصر. لما نحطها كده احنا كده بنمسح كل حاجة جوه ال UL، يعني لما نحطها كده دبل كوس فاضية. ليه بقى؟ علشان لو عندنا منتجات قبل كده نعيد كتابتها كلها من جديد من غير ما تتكرر. بعد كده بقى زي ما اتفقنا كارد دوت فور اتش، لف على كل منتج موجود في الكارد ايتم وكوما، والاي ايتم هو المنتج نفسه، والاي ده هو رقمه في الكارد. يعني كل مرة هيمسك منتج واحد ونعمل له عنصر في الصفحة. اول خطوة بقى جوه اللوب document dot create element li، هنا بصنع عنصر جديد من نوع li، ده بقى هيمثل كل منتج في الكارد. يعني دلوقتي عندنا عنصر جديد لكل منتج، وجواه هنحط اسم المنتج والسعر وزرار البلس وزرار الماينس والاكس اللي هي الحذف المنتج. بعد كده عملنا document dot create element الاسبان، هنا بقى بعمل عنصر اسبان جديد هنعرض جواه اسم المنتج والسعر، وخزناه في متغير اسمه title. يعني دلوقتي عندنا عنصر نصي لكل منتج. التايتل بقى دوت تكست كونتنت ده بقى اللي هيظهر جواه الاسبان. الايتم بقى برودكت ده اسم المنتج. ايتم برايس في الايتم كوانتيتي السعر في الكمية علشان يطلع السعر الكلي للمنتج ده. والدولار ساين والكيرلي براكتس دي طريقة لدمج المتغيرات جوه النص. يعني بدل ما نعمل البلا زي زمان نقدر نكتب كل حاجة مباشرة داخل النص. لو المنتج مثلا ايسوس السعر بتاعه 2000، الكمية 2، اللي هيتعرض جوه الاسبان هيبقى الاسيوس وكمان شرطة، وبعد كده بنحط الدولار ساين وجنبها 4000. هنا بقى عملنا عنصر اسمه داف جديد هيكون حاوية للأزرار اللي هي البلس والماينس والإكس، يعني كأنها كده علبة صغيرة جوه كل منتج هنحط فيها أزرار التحكم بتاعها. عملنا بقى عنصر بادن جديد وده بقى هيبقى زرار الماينس. هنا بقى كتبنا علامة الماينس جوه الزرار، يعني المستخدم يشوفه ويعرف انه للناقص. هنا بقى ربطنا الحدث بالزرار add event listener click، يعني استنى لما المستخدم يضغط على الزرار ده. بعد كده decrease quantity i، اول ما يضغط نفذ الفانكشن اللي هي decrease quantity، والاي دي بقى رقم المنتج جوه الكارد علشان نعرف نعمل التغيير على المنتج الصح. هنا بقى عملنا عنصر سبان جديد، ده بقى هيعرض الرقم بتاع الكمية جوه الكارد، خزناه في متغير اسمه QTY، يعني كأنها صندوق كده صغير جوه كل منتج مكتوب فيه الرقم. هنا بقى كتبنا جوه الاسبان الرقم الحالي للمنتج item.quantity الكمية اللي موجودة دلوقتي للمنتج ده. يعني لو مثلا ضغط على add مرتين على ايسوس الكمية 2، الاسبان هيظهر الاتنين. هنا بقى ظبطنا شكل العنصر شوية
مارجن 0.8 بكسل، يعني خليه في مسافة 8 بكسل على الشمال واليمين علشان الرقم ما يكونش لازق للزرار البلس أو الماينس، والشكل يبقى مرتب وواضح. هنا بقى عملنا عنصر بادن جديد، ده بقى هيبقى زرار البلس، خزناه في متغير اسمه بلس BTN، يعني كأنها كده قطعة صغيرة في علبة التحكم لكل منتج. كتبنا علامة البلس جوه الزرار، المستخدم هيشوفها ويعرف انها لزيادة الكمية. هنا بقى ربطنا زرار البلس بالحدث add event listener click، استنى لما المستخدم يضغط على الزرار increase quantity ال I، أول ما يضغط نفذ الفانكشن اللي هي increase quantity. ال I ده رقم المنتج جوه الكارد علشان يزود الكمية للمنتج الصح. هنا برضو عملنا عنصر بادن جديد، ده هيبقى زرار ال X لمسح المنتج، خزناه في متغير اسمه remove BTN. كتبنا الاكس جوه الزرار، المستخدم هيشوفه ويعرف انه المسح المنتج كله. هنا بقى غيرنا لون الزرار للون الاحمر عشان يوضح انه زرار مسح. هنا بقى ربطنا الحدث بالزرار، واول ما يضغط نفذ الفانكشن اللي هي remove item، والاي دي رقم المنتج جوه الكارد عشان نحذف المنتج الصح. الابندد child معناها ضيف عنصر جوه عنصر تاني. هنا بقى بنضيف زرار الماينس ده جوه الكنترولز اللي هي الديف اللي احنا عاملينه كحاوية، يعني دلوقتي الزرار موجود جوه الصندوق. ضفنا كمان سبان اللي فيه رقم الكمية جوه نفس الصندوق، كده الرقم هيظهر بين الزرار البلس والماينس. وضفنا كمان الزرار البلس جوه الصندوق بعد الرقم، يعني ترتيبهم دلوقتي البلس، بعد كده الرقم، بعد كده الماينس، وفي الاخر هنضيف زرار الاكس جوه الصندوق. كده كل عناصر التحكم متجمعة جوه الديف. هنا بقى ضفنا العنصر سبان اللي فيه اسم المنتج والسعر جوه ال LI، يعني دلوقتي ال LI فيه النص اللي هيوضح المنتج وسعره. ضفنا كمان الديف اللي فيه أزرار التحكم جوه نفس ال LI، كده كل منتج فيه اسمه وسعره وكمان أزرار التحكم وكمان رقم الكمية. وكمان في الآخر ضفنا ال LI كله جوه ال UL اللي هو اسمه card list، يعني دلوقتي كل المنتجات تظهر كقائمة منظمة على الصفحة. هنا بقى ربطنا الرقم اللي بيظهر فيه الإجمالي بالتوتال اللي احنا حسبناه، document get element by id total. خدنا العنصر اللي اسمه total في الصفحة text content، حطينا فيه قيمة المتغير total، يعني كل مرة نضيف أو ننقص أو نمسح منتج الرقم في الكارد هيتحدث فورا. بعد كده بقى عملنا function اسمها order now، مسؤولة عن لما المستخدم يضغط على order now لتأكيد الطلب. هنا بقى عملنا شرط اللي هو الكارد دوت اللينس بيساوي الصفر لو الكارد فاضي وما فيهوش منتجات. alert your cart is empty لو الكارد بقى فيها منتجات. لو في منتجات هنطلع رسالة تأكيد للطلب، هنقوله alert your order is confirmed، الرسالة فيها علامة صح عشان يوضح انه ناجح. بعد كده بقى هنمسح كل المنتجات من الكارد اللي هي square brackets دي ونرجع الإجمالي للصفر، وكمان هنحدث الكارد اللي هي render card على الصفحة، المستخدم هيشوفه فاضي بعد التأكيد. HTML أنا كتبت الداتا برودكتس بالإس، لكن في الجافا سكريبت أنا كتبتها من غير الإس، فهي بقى بتدور على داتا برودكت من غير الإس، علشان كده مش هتشتغل لأن الداتا سيت بيربط الاسم بالظبط باللي موجود في ال HTML. فالحل بقى البسيط اللي احنا هنعدل ال HTML ونخليه داتا برودكت، كده اسم الداتا سيت بيطابق اللي في الجافا سكريبت. دلوقتي بقى هنجرب نضغط على زرار اد على كل كارد، هتلاحظوا كل منتج اتضاف للكارد والكمية والسعر ظهروا على طول. هنا بقى ممكن نشوف التوتال يتحدث فورا، الرقم بيزيد حسب السعر. لو عايزين نزود كمية اي منتج نضغط على زرار البلس، ولو عايزين نقلل نضغط على زرار الماينس، وهتلاحظوا ان الرقم والسعر والاجمالي بيتغيروا على طول. لو عايزين نمسح اي منتج نهائيا هنضغط على زرار الاكس، هتلاحظوا المنتج اختفى من الكارد والسعر الاجمالي اتحدث فورا. شايفين الفرق بين نقص الكمية ومسح المنتج كله؟ لو الكارد بقى فيها منتجات لما نضغط على اوردر ناو دلوقتي هتظهر رسالة تأكيد، ولو الكارد فاضي ولو مسحنا كل المنتجات وضغطنا اوردر ناو هتظهر رسالة تقول ان الكارد ده امبتي، يعني مش هينفع نطلب من غير منتجات. وكده يا جماعة نكون خلصنا شرح الكارد بالكامل بالجافا سكريبت. في الفيديو الجاي بقى هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الريسبونسيف، يعني زي موقعنا يشتغل صح على كل الشاشات من الموبايل للتابلت للكمبيوتر. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنا عندنا اسمها ميديا كويري، هي ببساطة شرط بنكتبه في CSS بنقول فيه لو حجم الشاشة أقل من أو يساوي قيمة معينة طبق بقى التنسيقات اللي جوه قوسين. هنا بقى أنا كتبت الماكس ويتس 1024 بكسل، يعني لو الشاشة أصغر من أو تساوي 1024 بكسل طبق اللي جوه
ال24 بكسل ده غالبا حجم شاشة التابلت الكبيرة أو لابتوب مثلا صغير. أول حاجة بقى دوت برودكتس create template columns repeat 2 1 fraction. ده معناه إن البطاقات هتتقسم على عمودين بدل 3 علشان تتناسب مع الشاشة الأصغر. كارت بقى هنا غيرت العرض لويدث 100% وقلت له المارجن ليفت 0 علشان يبقى كامل تحت البطاقات أو جنبهم على حسب مساحة الشاشة. دلوقتي انتم لو قللتم حجم الشاشة في المتصفح هتشوفوا البطاقات بقت عمودين، الكارد اللي هو الاوردر ناو اتوسعت على كامل المساحة جنبهم، وده بالظبط اللي احنا عايزينه للريسبونسيف ديزاين. هنا بقى عندنا الميديا ماكس ويدث 768 بكسل، يعني لو حجم الشاشة أصغر من أو يساوي 768 بكسل زي مثلا الموبايلات الكبيرة أو الأجهزة اللوحية الصغيرة طبق التنسيقات دي. جوه الميديا كويري غيرت البطاقات خليتها جريد تمبلت كولمز 1 فراكشن. ده معناه ان كل بطاقة هتكون في صف لوحدها بدل 2 أو 3 أعمدة. الويدث بقى 100%، ده علشان البطاقات تشغل كل عرض الشاشة وتكون مرتبة على الموبايل. دوت كارت بقى اللي هو بتاع الاوردر ناو خليتها تاخد 100% من عرض الشاشة، وقللت المسافة على الشمال من المارج ليفت 0 علشان تبقى تحت البطاقات أو جنبهم على حسب مساحة الشاشة. دوت كارد بقى الايمج كمان قللت حجم الصور الويدث 120 الهايت اوتو. ده معناه ان الصورة هتصغر على الموبايل بس النسب بتاعتها هتفضل مظبوطة من غير تشويه. وجربنا نصغر صفحة المتصفح لحد 768 بكسل، هتشوفوا كل صفحة في صف لوحدها، الصور أصغر. الكارد اللي هو الاوردر ناو واخدة كامل عرض الشاشة. هنا بقى عندنا الميديا ماكس ويدث 480 بكسل، يعني لو حجم الشاشة أصغر من أو يساوي 480 بكسل غالبا الموبايلات الصغيرة جدا طبق التنسيقات دي عليها. البادي خليناه بادن 15 بكسل، قلت المسافات الداخلية علشان المحتوى يبقى قريب من حواف الشاشة. الجاب 20 بكسل، قلت الفراغ بين العناصر علشان كل حاجة تبقى متناسقة وكمان تبقى مريحة للعرض على شاشة صغيرة. دوت بقى برودكتس خليتها جريد تمبل كولمز 1 فراكشن، يعني كل بطاقة هتكون في صف لوحدها زي ما عملنا قبل كده. والجاب 15 بكسل، قلت المسافة بين البطاقات شوية علشان تبقى متناسقة على الموبايل الصغير. دوت كارد بقى البادن 15 بكسل، قللت بقى المسافات كده الداخلية لكل بطاقة علشان تبقى متناسبة مع الشاشة الصغيرة. كارت الايمج بقى الويدث 100%، يعني الصورة هتمتد لكامل عرض البطاقة مهما كان حجم الشاشة. الهايت اوتو ارتفاع الصورة هيتغير تلقائي بحيث ما يحصلش تشويه، ده بيخلي الصور على الموبايلات الصغيرة متناسقة مع عرض البطاقة، كمان مش هتبوظ لو البطاقة دي بقت ضيقة. بعد كده دوت كارد ال H1 الفونت سايز 1 ريم، وده حجم مريح للعين على الموبايل. دوت كارد الباراجراف الفونت سايز 9/10. الوصف أول السعر ده هيكون أصغر شوية عشان يبقى متناسق وكمان ما يكبرش على الشاشة. الدوت كارد بقى البادن الزرار هيمتد لكل عرض البطاقة علشان يكون سهل الضغط على الموبايل. البادن بقى خليته مناسب لمساحة أصغر، حجم الخط متناسب مع حجم البطاقة. الدوت كارد بقى اللي هو الاوردر ناو ده بقت عرضها كامل الشاشة. البادن بقى أصغر عشان العناصر جوه تبقى مرتبة. عنوان الكارد بقى اللي هو ال H2 أكبر شوية عشان يكون بارز. الدوت كارد بقى ال UL ال LI حجم الخط أصغر عشان العناصر كلها تتناسب على الشاشة الضيقة دي. الفليكس راب لو المحتوى طويل العناصر هتتنقل لسطر جديد بدل ما تبقى مزدحمة. الجاب 5 بكسل، مسافة صغيرة بين عناصر القائمة. دوت بقى الكارد ال UL ال LI البادل Align Self Flex End، دي بقى علشان الزرار في نهاية العنصر عشان يكون يعني مرتب وسهل الوصول إليه. كل عنصر من الإكس والبلاس والماينس يبقى مرتب ويبقى في مكانه وما يخليش القائمة دي مزدحمة. اوردر بقى BTN حجم الخط بقى أصغر شوية. البادن بقى مناسب لمساحة الموبايل، كده الزرار دلوقتي مناسب للضغط على الموبايل مش هيبقى ضيق أو كبير زيادة. فتحنا بقى على المتصفح هتشوف البطاقات في صف واحد، الصور ممتدة بالكامل، الخطوط والأزرار أصغر وكمان متناسقة. الكارد بقت اتوسعت بالكامل، كل العناصر بقت مرتبة وسهلة التعامل، وده اللي بيسميه responsive design حقيقي للموبايلات الصغيرة. كده نكون خلصنا شرح responsive design للمتجر بتاعنا، ووريتكم ازاي البطاقات وكمان العربة اللي هي بتاع الاوردر ناو بتتغير وتتظبط على شكل الشاشات من الكمبيوتر للموبايلات الصغيرة. اتمنى تكونوا استفدتم كتير، واشوفكم في فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.